انا مش عارف ازاي كابتن عبد الواحد قال كلام زي ده على الهوا. امبارح كابتن عبد الواحد كان مع ياسمين عز في البرنامج بتاعها اللي هي ما بتجيبش فيه حد غير من الزمالك تقريبا. المهم وكانت بتتكلموا على مشكله زيزو مع اداره الزمالك، وهل مشكله زيزو كانت فلوس ولا ايه مشكلته اللي خلته يسيب الزمالك ويروح الاهلي. يقوم يرد يقول عليها ايه بقى؟ تخيل رد قال ايه. بيقول لها مشكله زيزو ما كانتش فلوس، زيزو اللعيب الوحيد في الزمالك اللي كان بياخد فلوسه كلها في ميعاد، لدرجه انه قال ان كان في لعيبه ساعات بتقعد بال8 شهور ما بيقبضوش وزيزو بياخد فلوسه في ميعادها. ولما سالته اشمعنى طب زيزو اللي بياخد فلوسه في ميعادها، هل عشان زيزو اللي بيكسب الزمالك وكده؟ قال لها لا، علشان خاطر ممدوح عباس هو اللي كان متكفل بزيزو وبيديله فلوسه كلها في ميعادها. ولما كان في لعيبه بتروح تشتكي له ازاي زيزو بياخد فلوس واحنا ما بناخدش، يقول له هات حد بيحبك ويقبضك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. لا، هو انت اللي مسؤول ان انت تقبض اللعيب دوت، مش اللعيب اللي مسؤول انه يروح يجيب حد بيحبه عشان يقبضه. يعني تخيل انت كده عندك شركه وفيها لعيبه او فيها موظفين، وانت بتقبض موظف واحد وبتقعد الشركه كلها ما تقبضهاش، ولما يجي موظف يقول لك طب ليه ده بيقبض وانا ما بقبضش، يقول له اصل ده عنده حد بيحبه. لا، هي مش مشكله الموظف ان اللعيب ده عنده حد بيحبه او الموظف ده عنده حد بيحبه وانا ما عنديش. لا، طالما ده خد يبقى لازم ده ياخد. متخيل ان الكلام ده طالع من واحد كان مسؤول او كان مدير كوره في نادي الزمالك؟ انت عارف يا كابتن عبد الواحد مدى خطوره الكلام اللي انت بتقوله ده ايه؟ يعني حتى وان كان ممدوح عباس هو اللي بيدي زيزو فلوسه او بيقبضه، في الاول وفي الاخر زيزو ده لعيب في نادي الزمالك. يعني المفروض الفلوس اللي تطلع للعيب دوت تبقى طالعه لبقيه اللعيبه. لكن ان انا يبقى عندي قائمه لاعبين مفيش غير لعيب واحد بس اللي بيقبض فلوسه وبقيه اللعيبه ما بتاخدش فلوس، طب ازاي انا استنى نتيجه من اللعيبه ديت؟ ما انا مميز لعيب واحد عليهم. طول عمرنا عارفين ان كره القدم دي كوره جماعيه، يعني كوره محتاجه ان الفريق كله يساعد بعضه، ولا زيزو لوحده هيجيب لك بطوله، ولا في حاجه اسمها النجم الاوحد في الفريق. عشان كده انا لما سمعت التصريح ده ما استغربتش الحال اللي وصل ليه الزمالك السنه دي، لان كانت حاجه طبيعيه جدا من اللي بيحصل اداريا دوت، ان تكون نتيجته في ارض الملعب كده. حتى لو عندك شويه لعيبه مميزه، بالتصريح دوت انا عرفت ليه اللعيبه المميزه حتى ما كانتش بتظهر بالاداء الكويس. وفي الاخر حصل ايه؟ اللعيب اللي انت ميزته عن الفرقه كلها باعك والفرقه هي اللي قاعدالك. يعني انت كده خسرت اللي ميزته وخسرت اللي عندك.